مشكلة الإسكان لا تزال وتتزايد بأكثر من سوء مما كانت عليه. يقولون لنا ابقوا في بيوتكم، لكن بعضنا توجب عليه الذهاب إلى العمل، وآخرون يواصلون فعل ذلك رغم المخاطر والافتقار للتدابير اللازمة. يقولون لنا إنه يجب أن نوقف كل نشاطاتنا باستثناء الإنتاج، مصدر ثروتهم لقد خروا بطاقة قدر الإمكان على الرغم من استمرار انتشار عدوى المرض في أماكن عملهم. يقولون لنا ابقوا في بيوتكم واستمتعوا بالبقاء في منازلكم، لكن ليست كل البيوت منازل، ولا يمتلك العالم أجمع منازل ومأوى. ليس من السهل بالنسبة لأولئك الذين ينامون في نزل مزدحمة وتعين عليهم تقنين طبق من مطبخ الحصاء طوال اليوم، ولن يكون الأمر سهلا بالنسبة لأولئك الذين لا يتمكنوا من دفع إيجار ذلك المنزل الذي لا يمكنهم المغادرة منه الآن. هذه الأزمة الصحية ليست هي نفسها بالنسبة للجميع، ولن تكون آثارها الاقتصادية والاجتماعية هي نفسها. إذا كانت مرحلة ما قبل هذا الوضع وما تلاه من حبس لاحق يعاني فيها الكثير من الناس بالفعل من مشاكل في السكن، عدم القدرة على دفعها، أوامر إخلاء الناس في الشارع، فإن الأمر سيزداد سوءا الآن. البقاء لمدة أسبوعين أو شهرين أو سنرى كم من الوقت دون الذهاب إلى العمل وبدون الحصول على الراتب المقابل ستكون له عواقب في وقت قريب جدا، ناهيك عن أولئك الذين فقدوا وظائفهم إلى أجل غير مسمى، وعدم القدرة على دفع تكاليف الكهرباء والمياه والغذاء، عدم القدرة على دفع الإيجار، وعدم تغطية نفقاتهم. هناك أزمة كبيرة قادمة ونحن غير محميين، ولكن هذا ينطبق على الناس أكثر من غيرهم. جزءنا الذين يشكلون الطبقة العاملة ليس لديهم ضمانات، حياتنا غير مستقرة بشكل متزايد، وظروفنا أسوأ، وهذا الوضع في تزايد لا توجد تدابير أو قرارات حقيقية من جانب من لديه القوة ليؤكد لنا أي شيء. في مواجهة هذا الواقع نحن نطالب بإسكان مجاني وعالمي وذو جودة. في يومنا هذا عمليات الحصول على السكن لا تتشابه عند الجميع، ليس حق مقضي ومعطي فعليا، حيث السكن يشكل جزء من السوق، ذلك السوق الذي نبيع فيه قوة عملنا أو يتوجب علينا ذلك مقابل الحصول على المال الذي نغطي به تكاليف الأشياء المعيشية الأساسية مثل الطعام. وكذلك السكن، حيث لا يمتلك كل المجتمع نفس الفرصة حتى للوصول إلى ذلك السوق وللحصول على نفس المال، بناء على الوظيفة التي تملك، بناء على إذا كنت تبيع بمقدار ثمن قوة عملك، بناء على راتبك الذي تتقاضى، تشغل مكانة أخرى في المجتمع، ظروفك جيدة أم سيئة، كانت في رفاهية أم بؤس. نرى بأن بيع قوة عملنا لأشخاص آخرين لتحقيق الربح هو أمر جد بشع. من الفظيع أن نحصل على مستلزمات الحياة الأساسية بهذه الطريقة. القدرة على الحصول على منزل لا ينبغي أن تكون مشروطة بهذا القانون التبادل التجاري، يجب أن يكون حق مشروع حقيقيا. لذا نطالب بالسكن المجاني العالمي ذو جودة في المستوى حقا تتشاور فيه كل الناس ومن نفس المستوى وللجميع. فقط بهذه الطريقة سوف يتوقف اعتبار السكن جزء من التبادل السوقي. التحسينات الضرورية قبل الوصول لهذا الوضع. نحن نعلم أن تحقيق ما نقترحه سيقترق وقتا، والذي سيكون عملية بطيئة، لكننا نسير خطوة بخطوة. إنه صراع طويل الأمد، ولكن في غضون ذلك يمكننا أيضا إجراء التحسينات التي لن تكون هدفنا النهائي، والتي ستكون إصلاحات، ولكن ذلك سيتيح لنا الظروف والفرص لمواصلة التنظيم. نحن نعتقد أن المطالب الملموسة ضرورية، وسوف ترشدنا في تجارب النضال المختلفة التي نبدأها. وبالنسبة لمشكلة الإسكان، قد وضعنا جدولا دليلا للمطالبات بطريقة تيس وظروفها بقصد تحسينات الطبقة العاملة من اتحاد. أولا، تعليق الإجراءات العقارية البلدية في يد الحكومة المقاطعة حكومة الباسك، بالإضافة للإجراءات التي تدورها الوكابيدة والتشبيدة. تعليق سداد الإمدادات الأساسية، الماء، الكهرباء والغاز. تخفيض تكاليف المعيشة وسائل النقل العام المجاني والسلع الأرخص من الضرورات الأولى والتظاهر بوجودتها. سكن مجاني وجيد الناس من دون أي موارد. تنظيم سعر الإيجار لاستقرار المالك والكيانات الخاصة. علينا التنظم والدفاع عن أنفسنا. لتحقيق كل ما سبق علينا أن ننظم فيما بين أولئك الذين يحتلون نفس المكان في المجتمع المنقسم إلى الطبقات بطبقاته المختلفة، لا يستجيب لمصالحنا، إنه يستجيب لمصلحة البرجوازية والتي تعارض مصالحنا، لأنها تحتاج لأن يكون هناك فرق بيننا وبينها، علاقة القوة ومن يمتلكها، لمواصلة تراكم الربح.
لا يمكننا أن نثق في أن البرجوازية ستحدث تغييرات وتحسينات واقعية للمجتمع بأسره. إنهم ينظمون أنفسهم على أساس مصالحهم، وعلينا نحن طبقات الكادحة أن نفعل الشيء نفسه. يجب أن نساعد وندافع عن أنفسنا بين أولئك الذين يعانون وسيعانون من عواقب الأزمة القادمة. تراجع ظروفنا المعيشية وعدم القدرة على دفع الفواتير والإيجار وأوامر الإخلاء والنوم في الشارع وعدم الحصول على الماء الساخن والحاجة إلى تقنين الطعام وعدم معرفة ما سيجليه اليوم التالي في مواجهة الهمجية الرأسمالية. يجب أن ننظم الدفاع عن النفس والتضامن الطبقي. دعونا نتحكم في حياتنا. سنواصل العمل على هذه العملية لتنمية القدرات من قبل طبقات الكادحة ومن أجلها من اتحاد الإسكان في غاستيس سندكاتو de la vivienda غاستيس. سكن مجاني علمي عالمي وجيد. لا شيء مستحيل، كل شيء ينظم. Nada es imposible, todo se organiza.